السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو الاشتراك بالقناة. المغرب يفتتح أجمل ملعب في العالم، ملعب مولاي عبد الله. الملعب سيحتضن مباراة الودية بين المغرب والنيجر، ولقد بيعت جميع التذاكر في دهشة العالم. الملعب الذي سيدهش العالم بأجمعه، الملعب الذي في ظرف مباراة واحدة أرجع ما يقارب مليار ونصف عائدات أرباح للدولة المغربية. الملعب العالمي، الملعب الذي وصفه رئيس الفيفا على أنه من أجمل الملاعب في العالم، ملعب يتصف بجميع المواصفات العالمية والمواصفات الدولية والمواصفات المطلوبة في أي ملعب في العالم. وقال رئيس الفيفا على أن ملعب مولاي عبد الله سوف يحتضن أجمل مباريات كأس العالم، وعلى أن ملعب مولاي عبد الله من أفضل ملاعب العالم، وعلى أنه سوف يحتضن أجمل وأقوى مباريات، بل ربما يحتضن نهائي كأس العالم. وفي تصريحاته لإذاعة فرنسية أكد رئيس الفيفا على أن ملاعب إفريقيا جميعها إذا جمعتها كاملة سوف تعطينا ملعب مولاي عبد الله، فهو ملعب عالمي، مواصفات عالمية، أجمل ملعب في العالم. بل أن الملعب في صدمة وفي دهشة على أنه ملعب إفريقي في دولة إفريقية كالمغرب، مبرزا على أن المغرب دولة عالمية. السلام عليكم، المرجو الاشتراك.